السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهارده هنحل الامتحان الاول لشهر ايه؟ شهر اكتوبر. تمام. اول حاجة بيقول ايه؟ اول امتحان بيقول ايه؟ طيب، قد منح الله مصر. ثواني. طيب بيقول قد منح الله مصر موقعا جغرافيا استراتيجيا وجعلها استراحة متميزة للطيور المهاجرة، تلك الطيور التي تهرب من برد الشتاء في أوروبا وتأتي إلى مصر مرتين سنويا، مرة في الربيع وأخرى بالخريف، وهو ما جعل أرض المحروسة أحد المسارات الرئيسية له. أول حاجة عايزين نعرف معنى استراتيجي. هنا بيقول ايه؟ قد منح الله مصر موقعا جغرافيا استراتيجيا يعني ايه؟ مهما. برافو عليكم. استراتيجيا يعني ايه؟ مهما. طيب، صح وغلط ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير صحيحة. اول حاجة، موقع مصر المتميز جعلها استراحة للطيور المهاجرة. صح يا ميس. تمام. طيب، تأتي الطيور المهاجرة إلى مصر في فصلي الربيع والصيف. في فصل الربيع والصيف؟ لا، مش في فصل الربيع والصيف، ده قال في فصل الربيع والخريف، يبقى دي غلط. طيب، لماذا تهاجر الطيور من أوروبا إلى مصر؟ الطيور ليه بتسيب أوروبا وتيجي لمصر؟ لأن أوروبا قال لنا هنا إن أوروبا بيكون فيها برد في الشتاء، الطيور مش هتقدر تستحمله، فعشان كده بتعمل ايه؟ بتيجي مصر. يعني هقول له هروبا من ايه؟ من برد الشتاء في ايه؟ في اوروبا. من برد الشتاء في اوروبا. تمام. طيب، تاني سؤال. هنا بقى السؤال على ايه؟ عن نصوص. اقرأ ثم اجب. اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. هنا نختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ذي يعني إيه يا ميس؟ ذي يعني هذه يدي يعني دي إيديا، هذه يدي إن مدت الدنيا يدا. مدت الايه؟ ان مدت الدنيا يدا. طيب، هنا هضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير صحيحة. اول حاجة بيقول الشاعر سيكون دائما فداء لمصر. الشاعر سيكون دائما فداء لمصر. ايه رأيكم؟ يا ميس صح طبعا، لان هو بيقول انا دايما فداك يا ايه؟ يا مصر. طيب، تاني حاجة، لا يتمنى الشاعر لمصر حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا. لا يا ميس، ده هو بيتمنى لمصر، بيتمنى لها ايه؟ بيتمنى لها حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا، يبقى ده غلط طبعا. طيب، هنا بقى اختر الصواب. هنا مدت الدنيا يدا، ده تعبير حقيقي ولا مجازي؟ لا يا ميس، مجازي، علشان هو بيعمل ايه؟ مش حقيقي، ده هو بيقول بيعمل ايه؟ بيقول اكن الدنيا بتمد ايديها، اكني بيشبه الايه؟ اكنها بتمد ايه؟ تمد ايديها، ودوت ايه؟ يبقى دوت يا ميس تعبير ايه؟ تعبير مجازي، مش ايه؟ مش حقيقي. تمام. طيب، السؤال الثالث هنا في القواعد والاملاء. طيب، هنا بيقول ايه يدل على المعنى في نفسه. هو المعنى موجود فيه، المعنى في نفسه دون وجود زمن. مفيش زمن. هنقول ايه رأيكم؟ نقول الفعل؟ لا طبعا، الفعل يا ميس بيدل على ايه؟ على زمن، وقت حصل فيه. طيب، الحرف؟ لا يا ميس، الحرف اصلا ملهوش معنى. يبقى ايه؟ يبقى الاسم هو اللي ايه؟ بيدل على المعنى في نفسه دون وجود زمن، لكن مفيش زمن. طب، تاني حاجة، ما آداب الحديث التي يجب الالتزام بها؟
ها دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاخد اي واحده عايزه علامه ترقيم من دول. هعمل ايه؟ بص، ما آداب الحديث التي يجب الالتزام بها؟ ما ده بيسأل يميس، يعني علامة استفهام. أحسنتم. طيب صوب الأخطاء الإملائية في الجملة التالية. بصوا، ذهب الراكب إلى محطة القطار. يميس أول حاجة ذهب، ذا ذهب غلط. طيب الراكب إلى محطة القطار، لا يا ميس، لو أنا سكنت قلت محطة، طه، أنا بعمل إيه؟ التاء دي بنطقها هاء، التاء اللي هي المفتوحة دي لا، ده أنا بنطقها هاء. طب لو أنا قلت محطة تي بنطقها تاء. يعني أنا لما أجي أنطق الحرف الأخير هاء، ولما أجي بنطقه بالحركة بيكون تاء، يبقى دوت تاء مربوطة يا ميس. محطة غلط، يبقى محطة بالتاء المربوطة مش بالتاء المفتوحة. لأن لو أنا سكنت محطة هقول محطة. يبقى ما ينفعش ان انا اعمل ايه؟ تاء مفتوحه، لا تاء مربوطه يا ميس، لان لما سكنتها اتنطقت هاء. ايه؟ هاء. طب ايه رايكم؟ القطار، اللي هو كاتبها يا ميس اسمها القتار. اذا حاجه اسمها الكتار، لا ده بيقول القتاء، تا لا، يبقى اسمها القطار. يبقى القطار بالطاء، القطار طا. شايفين كده؟ تمام. يعني دي مرققة تا، ومفخمة التانية طا. في فرق ما بينهم طبعا. طيب هنا بقى الكتابة السردية، ركزوا بقى معي. بيقول هنا ايه بقى؟ اقرأ النص الوصية التالي ثم أكمل. طيب نعمل ايه؟ نعمل كده الأول وبعد كده نبتدي. الباخرة من وسائل النقل البحرية الحديثة، تنقل المسافرين من مكان لآخر، وتحمل البضائع إلى الكثير من البلدان، وتشبه المركبة في تصميمه، وتختلف عنه في أنها كبيرة الحجم، وتعد الباخرة وسيلة نقل مريحة وممتعة للركاب المسافرين، كما تعد وسيلة رخيصة الثمن. ومن سلبيات الباخرة أنها لا تناسب أولئك الذين يعانون من دوار البحر. طيب أول حاجة عايزين هو دلوقتي استخداماتها، أنا بستخدمها في إيه وما يشبهها وما يختلف عنها. هو عاوز الحاجتين دول. طيب بستخدمها في إيه؟ هو قال يميس أهي استخدامها أهو، قال لي إن هي تنقل المسافرين من مكان لآخر، وتحمل البضائع إلى الكثير من البلدان. دي استخداماتها. تمام. يبقى دي أول حاجة هنقول تنقل. استخداماتها إيه؟ تنقل المسافرين لغاية آخر الجملة اللي أنا قلت عليها. تمام. طيب ما يشبهها وما يختلف عنها؟ اللي يشبهها المركب في تصميم أهي، قالوا إيه؟ وتشبه المركب في تصميم. يبقى نكتب كده، تشبه المركب في تصميمه. يبقى تشبه المركب في تصميمه. طب ايه تاني؟ ايه بقى اللي بيختلف عنه؟ ايه اللي بتختلف عنها؟ هنقول يا ميس اللي بيختلف عنها وتختلف عنه في انها كبيرة الحجم. يعني بتشبه المركب في التصميم بس، لكن بيختلف عنها في ايه؟ اهي وتختلف عنه في انها كبيرة الحجم. يبقى انا هكتب هنا وتختلف وهكمل بقى عنه في أنها كبيرة الحجم. تمام. طيب وطبعا احنا هنكتب بخط جميل الجملة دي، هنكتبها بخط جميل ونحاول ان احنا نعمل نحسن خطنا علشان يبقى مريح بالنسبة للي هيقرأ الإجابة. تمام كده. طيب في امتحانات تانية هنزل لكم برضو تسجيل برضو هنزل لكم للامتحانات التانية. تمام كده.
وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.